واش انتي من النوع اللي لا جربتي شي حاجه وانتي متحمسه ليها وفرحانه بها ولكن فشلتي فيها، ما نجحش لك هذيك الحاجه؟ واش انتي من النوع اللي كيفقد الثقه في نفسه، كيجي الاحباط، كيستسلم؟ الا كنتي من هذا النوع فهذا الفيديو ليك، رساله ليك، وان شاء الله نتمنى تكون جات في وقتها. السلام عليكم اخواتي الغاليات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الاحوال. فيديو اليوم غادي نتكلم معكم على التعامل مع الفشل وكيفاش تحوليه لواحد دافع للنجاح، وان شاء الله غادي نعطيكم خطوات عمليه سهله التطبيق. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو وما تنسوش تدعموا القناه باش ان شاء الله تكونوا سبب في دعم المحتوى الهادف. ونبداو على بركه الله. التعامل مع الفشل هو واحد المهاره نفسيه وعقليه مهمه، لان ملي كنديروا شي حاجه وكنفشلوا فيها راه ممكن تقاس النفسيه ديالك والعقل ديالك، ممكن انه يغير المفتاح، ممكن داكشي اللي كان متحمس ليه يسد عليه في مره. فان شاء الله اليوم غادي نبداو بهاد الخطوات، وكل وحده غادي نشرحها لكم ونعطيها لكم مع امثله من الواقع باش تفهموها وتطبقوها ان شاء الله، وغادي نشوفوا النتيجه. اول خطوه هو انك تقبلي الفشل، تغيري نظرتك للفشل، تحاولي تشوفي الفشل كجزء طبيعي من الحياة، كلنا كنمروا به. إلا شفتي العلماء والمخترعين والعظماء عبر العالم عبر التاريخ، ما يمكنش تلقاي شي واحد غير دار التجربة الأولى ونجحات ليه، كلهم مروا بتجارب فشل كتيرة وكتيرة بزاف. غير مثلا مخترع المصباح اللي منور لينا حياتنا الآن، كلنا كنستافدوا من المصباح ومن الضوء ديالو. المخترع ديال المصباح راه جرب وفشل 10,000 مرة، دوز 10,000 تجربة، عاد تمكن أنه يشعل المصباح، ينجح في هذا الاكتشاف والاختراع ديالو. ما كانش من النوع اللي استسلم ولا قال ان التجارب كثيره وحتى شي حاجه ما نجحات، ولا غير الوجهه ديالو مشي يخترع شي حاجه اخرى. لا، كان مصمم باغي يخترع، دير واحد الهدف، وعارف ان الفشل شي حاجه عاديه، لدرجه ان ملي سولوه يعني الصحافه على هاد التجارب الفاشله، قال لهم انا بالنسبه ليا ماشي فشل، وانما اكتشفت 9999 طريقه ما كيخدمش بها المصباح، والطريقه ال10,000 هي اللي كيخدم بها. يعني ان داكشي اللي فات ماشي ضاع، وانما كله تجارب، كله تعلم منه، كله اكتشف به شي حاجه جديده. يعني هذا هو الهدف. من ديري شي تجربه وما تنجحش ليك، ما تستسلميش نهائيا، اعتبري ان هذا عادي، يعني واحد الطريقه سلكتها ما كانتش مؤديه للهدف اللي انا بغيته، غادي نغير، ماشي نغير الهدف ديالي، لا، نغير غير الطريق، نغير الطريقه اللي غادي نخدم بها، وابدا ما نستسلمش. هذه نقطه مهمه جدا جدا وخاصك تعمري بها راسك. ما يمكنش انك تمشي المره الاولى تنجحي، مثلا غير في حوايج بساط، مثلا غير في الكوزينه تعلمتي واحد الاكله مثلا من اليوتيوب ولا من شي حد وعطاك المقادير، راه ماشي بالضروره تمشي تطبقيها المره الاولى تخرج لك كيف بغيتي بنفس المذاق وبنفس الشكل، عادي انها ما تخرجش كيف ما هي، ولكن مع المداومه الا عاودتيها وعاودتيها وعاودتيها غتولي تقنيها. وهكذا ديري الاسقاط على اي حاجه في حياتك. الخطوه الثانيه، هاد التجربه اللي درتيها وما نجحتيش فيها، جلسي مع راسك وحلي الاسباب. سولي راسك علاش فشلت، علاش ما نجحاتش ليا هاد القضيه اللي درت، اشنو هما الاخطاء اللي ممكن نكون درتهم، اشنو الحاجه اللي باين ليا ما صالحاش باش ما نعاودش نكررها مره اخرى. فاش غتحلي الاسباب مع راسك غادي تحولي هاد الفشل لواحد التجربه تعلمي منها، يعني تبداي تعرفي شنو هما الحوايج الغالطين، شنو هما الحوايج اللي ما صالحينش، وبالتالي غادي تغيري الطريقه وتنجحي ان شاء الله، سواء في هاد المره ولا المره اللي وراها. فمن بعد ما تحلي الاسباب غادي تفادي دوك الاشياء اللي باين ليك ما غاديش يوصلوا، وغادي تعوضيهم باسباب اخرى اللي يقدروا يوصلوك للنتيجه المزيانه. كيف قال واحد العالم، ما يمكنش انك تمشي بنفس الطريق
ديري نفس الاسباب ونفس الحوايج اللي درتيهم قبل وفشلتي فيهم وتسناي نتيجه مختلفه. ما يمكنش، هذا مستحيل. الا بغيتي تغيري النتيجه غيري حتى الطريقه اللي كتخدمي بها. مثلا نعطيكم غير مثال، واحد تلميذ كيقول ما عنديش مع الاجتماعيات، كيحفظها عن ظهر قلب وما كيجيبش فيها المعدل، ونفس الحاجه دارها وفشل فيها، يعني ما جابش معدل مزيان، وعاود في الفروض الاخرين نفس الحاجه. فهنا راه ما يمكنش، راه كيدير نفس الطريقه ونفس الخدمه ونفس البريباراسيون وكيتسنى واحد النتيجه مختلفه، وبالتالي كتبان لي نفس النتيجه اللي جاب في الفروض الاولى هي اللي كيجيب الفروض اللي من بعدها. اذا فلو انه جلس مع راسو وفكر شنو الاخطاء اللي درت، شنو اللي كيخليني واخا نحفظ ما كنجيبش نقطه مزيانه، فممكن انه يغير الطريقه اللي كيخدم بها. مثلا عوض ما انه يحفظ يبدا يدير واحد الخطاطات، يبدا يدير واحد الجداول، يبدا يحفظ بطريقه مختلفه، يعني ياخذ غير العناوين الكبرى وهذاك الشيء يعني اللي غادي يحفظه، يبدا يدير غير رؤوس اقلام اللي يعقل عليهم ويجي داكشي منظم ومزيان، يعني واحد الخرائط الذهنيه اللي تلصق في الدماغ ديالو ويجي داكشي مختصر مفيد. هنا الا غير الطريقه فراه كون على يقين 100% ان حتى النتيجه غادي تتغير. الخطوه الثالثه، خاصنا نبدلوا النظره السلبيه بنظره ايجابيه. مثلا درتي واحد التجربه وفشلتي، ما تقوليش على راسك انك فاشله وان داكشي ما صادقش ليك وما يمكنش انك تنجحي فيه. لا، غادي تقولي انني ما نجحتش هاد المره بحال بقيه الناس، راه كلشي ما كينجحش المره الاولى، قليل جدا اللي كيجرب الحاجه المره الاولى وينجح فيها، عادي المره الجايه غادي ينجح ان شاء الله. يعني انك خاصك تغيري العقليه ديالك، العقليه هي المفتاح ديال كلشي. يعني عوض ديك النظره السلبيه ديال انا ما قادراش وانا ما غاديش ننجح وانا ما كنعرفش وانا فاشله، تغيريها بنظره ايجابيه. انا ماشي احسن من الناس كاملين، راه كلشي كيفشل وكلشي كيتعلم من الفشل ديالو، وكلشي الا ما استسلمش واستمر وحاول وعاود فراه اكيد غادي ينجح. وهنا نعطيكم واحد القصص زوينه قريتها في العديد من الكتب ديال المشاهير، انهم كلهم كانت عندهم نظره ايجابيه وكانوا كيثيقوا في نفوسهم. بحال مثلا المؤلفه ديال هاري بوتر، راه دابا ما شاء الله عليها اشهر من نار على علم، كلشي كيعرفها. المؤلفه ديال هاري بوتر فاش كتبات الكتاب ديالها الاول مشات دارت على عشرات دور النشر، حتى واحد ما بغى ينشر ليها الكتاب ديالها، ولكن هي ثقه في راسها، عندها نظره ايجابيه، عارفه ان الكتاب ديالها ساوي يعني عنده قيمه، فما استسلمتش نهائيا، بقات كدور به من بلاصه لبلاصه لبلاصه حتى في الاخر تنشر ليها وتنشروا ليها كتب اخرى حتى وصلت للعالميه ولاو الكتب ديالها الاكثر مبيعا. كذلك واحد الكتاب مشهور بزاف في العالم كامل هو الاب الغني والاب الفقير ديال كيوساكي، حتى هو كان قال لنا فيه انه ملي كتب هذا الكتاب دار به على بزاف ديال دور النشر حتى واحد ما بغى ينشروا ليه، كلشي شكك في داك المعلومات اللي فيه وهذاك داكشي اللي كيتكلم عليه، يعني ديك العقليه ديال الانسان الغني والفقير وهذا. فقال لنا انه من بعد لقى راسو مضطر انه يطبعوا وينشروا على حسابه الخاص من ماله الخاص. ومن بعد ما نجح هذا الكتاب وصل للعالميه ولاو دور النشر هما كيتهافتوا عليه وكلشي كيطلب انه ينشر ليه ويتعامل معاه. ومن هنا كتعرفوا ان النظره الايجابيه عندها دور كبير بزاف. هاد الناس ما استسلموش، انا عطيتكم غير نموذج بسيط ونفس الشيء راه كينطبق على العديد والعديد من الناس، يعني الا جينا نكملوهم راه ما نساليوش، يعني تيقين في ريوسهم رغم الفشل ورغم التجربه الاولى والثانيه والعاشره فاشله، ولكن كيقول بانه تيق في راسو هذاك الشيء اللي دايرو راه مهم وقادر انه يوصل به لشي حاجه، فخلاو نظرتهم ايجابيه ووصلوا لداك الشيء اللي كيتمناوه والاهداف اللي مخطين ليها. الخطوه الرابعه، خلي اهدافك واقعيه ومطابقه مع داك الشيء اللي عندك، مع الامكانيات اللي عندك ومع المهارات اللي عندك. فما يمكنش مثلا انك تحطي خطه انك غادي تختارعي شي حاجه وانت ما كتعرفي حتى شي حاجه في مجال الاختراعات، ما قاريه هندسه، ما قاريه، فهمتوا؟ يعني ان داك الحاجه اللي غادي نحطها
تكون عندي الامكانيه باش نوصل ليها. فما يمكنش مثلا انني نحط هدف انني غادي نشري فيلا وانا ما عنديش حتى باش نشري دار في السكن الاقتصادي. هذاك الشيء اللي بغيت نحطو نقدر على المدى البعيد حتى نوجد ليه، حتى ندير مشاريع وندير استثمارات ونشوف انها كتنجح. وديك الساعه الانسان ممكن انه يعلي الحلم ديالو لان الامكانيات ديالو ولات اعلى. اما الانسان يعني اللي ذكي وباغي يوصل للاهداف ديالو فدائما يحط اهداف مطابقه ولا كتماشى مع الامكانيات اللي عنده، ويمشي في هذه الاهداف غير خطوه خطوه وبخطوات اللي هي صغيره بلا ما يزرب على راسو. وإلا خدم بذكاء وخدم بجهد وسعى وتوكل على الله فاكيد ان شاء الله غادي يوصل، غير هو ما يستسلمش، واخا يطيح يعاود يجمع الوقفه ويبدا من جديد. الخطوه الخامسه وحتى هي مهمه بزاف، وهي انك خاصك تحيطي نفسك بناس ايجابيين، ناس اللي يشجعوك. لان الناس الايجابيين الا كانوا وحدك وكيشجعوك وكيدعموك وعارفين انك غادي توصلي فراه غادي يعطوك واحد الطاقه ايجابيه وواحد القوه باش تزيدي القدام، باش واخا طيحي واخا تفشلي تزيدي القدام. واذا ما لقيتيش هذه البيئه الداعمه فدعمي راسك، كوني السند وكوني الدعم لراسك. غير المهم انك ما تكونيش وسط واحد البيئه سلبيه. الا كانت هذه البيئه السلبيه مفروضه عليك ما تشاركيهمش اهدافك، ما تشاركيهمش طموحاتك باش ما يحبطوكش. لانك مهما كان عندك ثقه في نفسك فغادي دائما يحقروا داكشي اللي بغيتي ديريه وبانك ما تقدريش عليه وبانك غير كتخربقي. فهذاك الكلام بحال السم شي مرات راه كيبلوكينا وكيوقف ديك العزيمه وديك الاراده ديالنا وكيخلينا نحسوا بالفشل. والخطوه السادسه مهمه ومهمه بزاف، وهي انك اي فشل تعرضتي ليه في حياتك ما تخليش ياثر على قيمتك الذاتيه. الفشل عنده علاقه بواحد التجربه درتيها انت كانسانه، قيمتك ما مرتبطاش نهائيا بهذيك التجربه سواء نجحت ولا فشلات. قيمتك كبر من اي نتيجه ممكن تكوني وصلتي لها. يعني ان دوك الحوايج اللي كديريهم سواء نجحوا ولا فشلوا ما غاديش يقيسوا القيمه ديالك. انت دائما عندك واحد القيمه، انت انسانه مهمه. يعني هذيك التجربه هي اللي فشلات، ربما الطريق ما وصلتنيش ليها، ربما الامكانيات اللي كانت عندي ما متناسباش مع الهدف اللي حطيت. دائما خلي قيمتك كبيره وخلي ثقتك في نفسك موجوده وثقتك في الله سبحانه وتعالى موجوده. غير ديري الاسباب، يعني ماشي نقولوا احنا متوكلين على الله صافي راه غادي نوصلوا، لا، ديري الاسباب دائما وخليك على ثقه وبالسعي الجاد المستمر اكيد ان شاء الله غادي توصلي للاهداف ديال كلها اللي خططتي ليها. وهذه كانت اهم الخطوات اللي ممكن انك تحولي بها اي فشل، اي تجربه ما نجحش تحوليها لواحد القوه وواحد النجاح اللي غادي يحفزك وغادي يشجعك ويخليك ديما مصممه انك توصلي للاهداف ديالك. فنتمنى ان شاء الله انك تطبقي هذه الخطوات وتغرسيها في دماغك باش تولي عندك معتقد تامني به وتخليه حاضر عندك دائما في جميع الظروف وفي جميع الوضعيات اللي كتمري بها. وما تنسيش اختي العزيزه دعمي القناه باش تشجعينا على تقديم المزيد باذن الله. ما تنسيش بارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتشوفيهم محتاجين ليه، وتخلي لي لايك ديالك وتخلي لي كومونتير ديالك. وشكرا لانك بقيتي معايا حتى لهنا. خليتك على خير، الى اللقاء.